أهلا بيكم في أول الفيديوهات التعريفية لبرنامج باب العز. النهاردة هنتعرف على البرنامج بشكل عام، وبشكل خاص هنقدر نتعرف على المميزات والقوائم والأقسام وإزاي نقدر نستخدم الإعدادات. أول حاجة عايزين نعرف إيه هو برنامج باب العز أصلا. برنامج باب العز هو تطبيق مخصص لإدارة ورش ومراكز الصيانة بمختلف أنواعها، سواء صيانة أو تعديل أو عناية. طيب إيه هدف البرنامج؟ هدف البرنامج إنه يسهل عليك إدارة عملياتك اليومية في المركز، وإنك تنظم شغلك وتزود إنتاجيتك وتتواصل بشكل أسرع وأسهل مع العملاء بتوعك. إيه بقى مميزات برنامج باب العز؟ هو سهل الاستخدام، بيوفر وقت ومجهود العاملين، وبيحلل بيانات الورشة، وده بيساعدك إنك تقدر تاخد قرارات فنية وإدارية بشكل أسرع وأدق. وأهم ميزة واللي كلنا بنحتاجها إن هو تطبيق مش برنامج، يعني بيشتغل على أي نوع موبايل أو تابلت وبرضه الكمبيوتر. وعشان كده بنقول إن باب العز بيخلي ورشتك في إيدك، يعني تقدر تدير كل أمور الورشة من غير ما تحتاج تسجل على ورق أو تكون مضطر تشتري كمبيوتر ويكون في شخص مهمته إنه يسجل البيانات عليه. ده غير إن التسجيل على باب العز مش محتاج إن حد يجي ينزل البرنامج على الكمبيوتر في الورشة. أنت تقدر تنزل التطبيق على موبايلك وتستخدمه بكل سهولة، لأنك ببساطة تقدر تنزل التطبيق من على جوجل بلاي أو أب ستور لو أنت موبايلك أندرويد أو آيفون. وحتى لو عايز نسخة الكمبيوتر هتلاقيها على الموقع الرسمي بتاع باب العز، وده تقدر توصله بالبحث على جوجل عادي. ويلا بينا نعرف إزاي نقدر نسجل في برنامج باب العز.